السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. وإن شاء الله النهاردة معانا طبعا عشان نوفر كهرباء، وطبعا الفاتورة بتيجي غالية، هنحول كشاف بترانس إلى كشاف ليد. الكشاف عندك اللي هو راكب ده مش هنغرم أي حاجة ولا دوايات ولا أي حاجة، غير بس إن أنت هتجيب لمبتين ليد. يعني في ناس تيجي تقول لك انا هروح اشتري كشاف ليد، لا انت ما تغرمش. الكشاف اللي بيبقى راكب عندك في البيت هو ده اللي احنا هنحوله ليد. يعني مثلا قدامكم اهو ده كشاف ديكور بترانس عادي وكان الكتروني، ولكن انا النهارده عايز احوله الى كشاف ليد وبنفسك، وسهله، مش محتاج كهربائي ولا محتاج اي حاجه، ان انت بس بتشتري اللمبتين ليد. لكن الدوايات هتبقى هي، والاسلاك طبعا لو هتطول سلك او حاجه مفيش مشكله، لكن ما فيهاش اي صعوبه وطريقه سهله جدا. فانا هفك اللمض القديمه. طبعا ده الديكور ده عشان بس ما تكسرش منك البتاع بتاعت الديكور بتاعت الدوايه دي، بتفكها بالراحه. وهنشوف دلوقتي هنفك اللمض دي بعد ما نحوله ليد. ما ينفعش انها تركب، يعني لمض النيون العاديه دي ما ينفعش ان انت تركبها على كشاف ليد، عشان ما ينفعش يعني هتبوظ، وممكن ان هي تفرقع معاك على طول يعني. فانا هنا دلوقتي هفك الكشاف اللي عندي ديكور، وما اكون ان انا هلغي بس بعض توصيلات اللي هي الترانس والحاجات دي، وهشوف هوصل الدوايه القديمه اللي معايا ازاي. يعني ما تجيبش ولا دوايات ولا تجيب اي حاجه، انت بس قلنا كأن اللمبه دي هتغرمها، هتجيب لمبه ليد بدل اللمبه النيون العاديه. هنفك الكشاف الديكور زي ما احنا شايفين كده، ومسمارين من هنا ومن هنا، وبيطلع عادي معانا. ف وهو راكب على الحيطه ممكن ما ننزلش الكشاف خالص، وده اللي انا هوريه لكم في الفيديو. يعني انا هوصل الكشاف واعمله ليد من غير ما افك الكشاف كله واعدله تحت وبعد كده اركبه تاني، وهتبقى شغلانه. لا انا فكيت اهو وهو لسه راكب على الحيطه. ايه اللي انا هعمله بقى هنا؟ ركزوا معايا شويه علشان دي مهمه جدا في التوصيلات، عشان ما فيش حاجه تختلف معاك. اولا كل الاسلاك المتعلقه بالترانسات دي انا هلغيها. يعني اي سلك واصل بالترانس انا هفكه. دي هنا الدواية متوصلة، كل دواية طالع منها فردين سلك، وهنا ده الترانس هو ده اللي هشوف بقى توصيلاته، وهبتدي الغي كل التوصيلات اللي هي متعلقة بالترانس. فانا كده هلغي كل سلك طالع من الترانس. يعني بدل ما الغي من عند الدوايه هلغي، اشوف الترانس واصل فيه كل الاسلاك بتاعتها كاني جايبه جديد وهركبه. فهبتدي افصل كل سلك متعلق بالترانس. يعني هيخلي الترانس كانه بالسلك بتاعه بس، مش واصل له اي توصيله من الكهرباء او من الدوايه. تمام. فيعني بشيل الترانسات كلها كأن الترانس مش موجود في الكشاف خالص. انا كده فكيته اهو، بقى السلكتين اللي هم طالعين من الترانس مش واصلين لاي حاجه خالص. عايز تفكه بقى من الكشاف تفكه تستخدمه في اي حاجه تانية او لا. وده الترانس التاني. انا كده فكيت وخليت الكشاف بس اللي معايا على اسلاك الدوايات. يعني زي ما انتم شايفين كده ان الترانس ملوش اي لازمه خالص. ده انا بقى هبتدي في الدوايات هلاقي فيها طالع منها سلكتين. انا هحتاج من كل دوايه سلك واحد. يعني كل دوايه طالع منها انا هحتاج سلك واحد، مش محتاج ان انا اخد سلكتين. فقصيت السلك، خدت سلكه واحده وقصت التانيه. وهبتدي بقى ان انا هشوف بقى التوصيله. وركزوا معايا في الحته دي، ان انا بعد ما فكيت الترانسات وبعد ما جيت على الدوايات لقيت طالع منها سلكتين، لا انا محتاج سلك واحد بس. والسلك اللي طالع من الدوايه دي والدوايه دي هبدا اوصلهم ببعض. ليه؟ علشان خاطر انا كده بركب توصيله كشاف الليد. يعني انا بعد ما كل دوايه طالع منها سلك بوصلهم ببعض. خلاص. وهعمل نفس الطريقه دي في الدوايات التانية. يعني انا كل دوايتين هيطلع كل دوايه منها سلك، وكل سلك هوصله ببعض. دي اول خطوه في طريقه عمل كشاف الليد. طب بعد كده هعمل يعني مثلا ادي الدوايه جنب التانية اهو زي ما عملت هنا. هعمل هنا السلكه واحده من الدوايه دي وسلكه واحده من الدوايه دي، واوصلهم ببعض كده. انا ماليش اي علاقه بالترانسات، انا بتكلم في الدوايات ان خلاص لغينا توصيله الترانس. خلاص. انا كده هوصل الدوايتين زي ما احنا شفنا كده. وهبتدي بقى اخد شوف السلك اللي طالع من الكوفريه الكهرباء بقى، اللي هو طالع من السقف او طالع من الكوفريه عندك انا، او من علبه البواط. تمام. الكهرباء بتاعت الشقه، وهوصل هيبقى طالع فردتين. كل فرده هوصلها بقى واصله في الدوايه دي واصله في الدوايه دي. خلاص. يعني انا هي السلكه دي اللي طالعه من البواط بتاع الحيطه او السقف بتاع الكهرباء بتاعتي اللي هي في السقف الاساس نفسه، خدت منها فردة سلك وحطيتها فين؟
في الدواية الاولانية، وهاخد الفردة التانية اللي طالعة برضو من الباط او من طالعة من الحيطة عندك او من السقف، وهوصلها برضو بالدواية التانية. يعني الخلاصة ان كل فردتين سلك طالعين من الباط او من السقف عندك هاخد فردة للدواية دي وفردة للدواية دي بس، مش هعمل اي حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين كده انا وصلت الاولانية ووصلت التانية واحط عليها شريط لحام علشان ميبقاش فيه تلامس، واعزل. خلاص، ادي دي طريقة التوصيل بتاعة الكشاف الليد. بكل سهولة ممكن تعملها بنفسك، مش محتاجة كهربائي. انا بس وصلت اسلاك وهبتدي بقى ان انا اجرب قبل ما اشوف واركب الكشاف بتاعي هل اللمبة هيبقى فيه توصيلات مش واصلة صح او كده. الترانس ده ملوش لازمة، انا هشيله بس انا عشان بس وقت الفيديو. انا كده ركبت اللمض واشتغلت تمام. يا رب نكون وصلنا لكم المعلومة عشان توفروا في الكهرباء. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.